النهاردة هنبص سوا على فكرة شغلانة يعني ممكن تبدأها وانت تقريبا مش محتاج حاجة خالص غير اللي في ايدك. الفكرة اسمها الوساطة العقارية الرقمية في مصر. اللي هي إزاي تشتغل سمسار بس من غير بقى وجع دماغ المكتب والتكاليف دي كلها، كله بالموبايل والنت. بالظبط. معانا دليل عملي كده بيشرح الخطوات، خلينا نشوف بيقول ايه. فعلا، والمثير للاهتمام هنا هو دخول التكنولوجيا في شغلانة تقليدية زي دي. المصادر بتقول إنك ببساطة بتوصل البايع بالزبون أو المؤجر بالمستأجر وبتاخد عمولتك. تمام. فالدليل بيوضح ان الوسيط الرقمي ده اللي هو انت يعني بتبقى حلقة الوصل. الأهم بقى ودي نقطة لفتت نظري، إن مش مطلوب مكتب ولا فلوس ياما في الأول، كله أونلاين. وهنا بقى نيجي للعمولة. المصدر بيقدر يعني ممكن تبدأ كده ب1000 جنيه ويمكن توصل ل5000 جنيه أو أكتر كمان في الصفقة، طبعا حسب الشقة والاتفاق. معقول؟ ده مبلغ كويس لشغلانه بتعتمد بس على موبايل وإنترنت. أيوة، أدوات موجودة مع معظمنا أصلا. طيب، إزاي نبدأ فعلا؟ الدليل بيقول أول خطوة اعمل صفحة شكلها كويس بروفيشنال كده على فيسبوك أو إنستجرام، والاسم يكون واضح، يعني مثلا شقة للإيجار في المعادي أو عقارات للبيع في اسكندرية، وتحط رقم واتساب عشان الناس تتواصل معاك عليه بسهولة. تمام، وبعدين أدور على شقق فين؟ تبتدي بقى تدور على عروض موجودة أصلا. شوف مثلا على أولكس إيجيبت، عقار ماب، أو حتى جروبات العقارات اللي على فيسبوك، دي مليانة. الجروبات دي فعلا بيبقى فيها شغل كويس، بس في نقطة مهمة قوي المصدر بينبه ليها. اوعى تاخد صور مش بتاعتك أو مش واخد إذن صاحبها، المصداقية أهم حاجة. طبعا طبعا. طيب، لقيت شقة وصاحبها منزلها، أعمل إيه؟ الخطوة اللي بعد كده ودي منطقية جدا، إنك تتكلم صاحب الشقة نفسه، تعرض عليه خدماتك. أقول له إيه بالظبط؟ تقول له بص أنا وسيط عقاري رقمي، ممكن أساعدك تلاقي مستأجر أو مشتري بسرعة، شغلي كله أونلاين، ولو الصفقة تمت عن طريقي باخد عمولة نتفق عليها. تفتكر هيوافقوا بسهولة؟ المصدر بيقول نسبة القبول ممكن تبقى عالية 80%. ده كتير قوي. هو بصراحة الرقم يبان كبير، بس يمكن الفكرة إنه بالنسبة لصاحب الشقة هو مش خسران حاجة. يعني لو ما جبتلوش زبون هو ما دفعش، ولو جبت هو كسبان عميل بسرعة وإنت كسبت عمولتك، فاللي هو وين وين سيتويشن يعني. أيوة صح، منطقية. تمام، أخدت الموافقة. الخطوة الجاية تبدأ بقى تسوق للشقة دي، تنزل إعلان عندك على صفحتك بكلام حلو كده وصور جذابة. المصدر بينصح تستخدم أدوات زي كانفا عشان تحسن شكل الصور. كانفا ده كويس فعلا وسهل. وممكن كمان تستخدم جوجل مابس عشان تبين للناس الأماكن المهمة اللي جنب الشقة، يعني مدرسة، مستشفى، مول، الحاجات دي بتفرق. فعلا. ولما حد مهتم يكلمني، هنا بقى دورك في التنسيق. بترتب له ميعاد يروح يشوف الشقة مع المالك، وطبعا لازم تأكد للمالك إن العميل ده جاي تبعك. انت. بالظبط. وهنا بقى نقطة جوهرية المصدر بيأكد عليها جدا: التقييمات، الريفيوز. دي مهمة في أي شغل أونلاين دلوقتي. جدا. بعد ما الصفقة تخلص وكله تمام وتاخد عمولتك، لازم تطلب من البايع والمشتري أو المستأجر يعملوا لك تقييم إيجابي على صفحتك. ده بيبني سمعة كويسة لقدام. هو ده اللي بيبني السمعة والمصداقية وبيخلي اسمك يكبر فعلا. التواصل الكويس والأمانة هم مفتاح النجاح زي ما المصدر بيقول. الدليل بيحكي كمان قصة نجاح صغيرة كده كمثال. واحد بدأ وجاب شقة في القاهرة الجديدة من جروب فيسبوك، نسق كل حاجة وكسب أول عمولة ليه حوالي 1500 جنيه. التجربة دي بتوري إن الموضوع ممكن يمشي فعلا لو تعمل صح. المصداقية والتواصل الكويس بيجيبوا نتيجة حقيقية. والواحد ممكن يكبر الموضوع بعد كده، يعني يبقى بشكل رسمي أكتر. أكيد. المصدر بيلمح لده، إنك ممكن تسجل نشاطك ده بشكل قانوني، يمكن كمنشأة فردية، أو تشوف إيه أنسب شكل للعمل الحر في مصر، وتبدأ تعمل عقود وساطة بسيطة عشان تضمن حقك وحق العملاء كمان. بالظبط. وممكن تستعين بمكتب استشارات قانونية أو محاسبة يساعدك في الخطوات دي لو الشغل كبر معاك وبقى محتاج تنظيم أكتر. يعني خلاصة الكلام اللي بنطلع بيه من المصادر دي إن شغلانة الوساطة العقارية الرقمية دي فرصة بجد، ممكن تكون مصدر دخل كويس بأقل إمكانيات ومش محتاجة شهادات معينة. أيوة، الأساس فيها زي ما الدليل بيقول هو خدمة حقيقية وثقة بالنفس، بتعتمد على مهاراتك الشخصية وقدرتك على التواصل وبناء الثقة أكتر من أي حاجة تانية. وده فعلا شيء مميز جدا، إن النجاح هنا جاي من المجهود الشخصي والمهارة.
وده بقى يخلينا نفكر في سؤال أوسع شوية. طالما النموذج ده ممكن ينجح في العقارات، يا ترى إيه المجالات التانية اللي ممكن نطبق فيها نفس الفكرة دي؟ فكرة الوسيط الرقمي، خصوصاً يعني في الخدمات اللي الناس بتحتاجها جوه مصر بشكل يومي، ومحتاجة دايماً حد ينسق ويربط بين اللي بيقدم الخدمة واللي عايزها. سؤال مهم فعلا ويفتح مجالات تانية للتفكير، يستحق نفكر فيه.